عليكم حبيباتي الغاليات، وش راكم؟ ان شاء الله راكم تكونوا بخير وصحتكم بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفيديو تاع نهار اليوم حبيت نشارك فيه معكم هذا الوصفه البنات هايله هايله هايله، سريعه وخفيفه وبنينه. وش نقول لكم على بالي هذا الوصفه دوك كامل تشوفوها تروحوا كامل تجربوها. من ابن واروع الوصفات تاع الكريب المالحين البنات اللي ديروهم في المقله، يعني بوقفه واحده ونسيه موجدتهم. الذوق تاعهم هايل البنات، خفيف بنان، يعني بحاجه بسيطه تقدري تحضريهم باذن الله. اللي جامي جربت الوصفه هذه البنات نقول لك جربيها وعينيك مغمضين وخبيها، راح ديري بها حاله حتى وجاوك الضياف ديريها لهم تجي بنينه تشهي وشاهيتكم في الجنه. على بركه الله نبداو بالطريقه والوصفه. واش نحتاجو فيها؟ انا عندي لهنا انا البنات ديرت قيس خمس قرص، يعني 5 حبات فقط. عندي هنايا كاس ونص حليب يكون دافي كيما راكم تشوفوا. الكاس تقدروا تكيلوا بهذاك تاع ام وليد ولا اي كاس اي فنجان راكي حابه انت تكيلي به. نزيدوا لها لهنا حبه بيض كامله كيما راكم تشوفوا. هذه بالنسبه للعجينه تاع لي كريب هذو تاع المقله. نزيدوا لهم شويه ملح باه يجيونا بنان. نخلطوا هذه المكونات في بعضهم مليح هكذا بارد في بارد، ومن بعد راح نزيدوا لهم الفارينه. بالنسبه للفارينه، الفرينه حطوها غير بالعقل، يعني ما تكثريش بزاف باش تجيك لي كريب مليح ما يجيوكش معجنين وثاني ما يجيوكش ثقيل. هنا شوفوا راني نحط لكم البنات بالمغرفه هكذا باه تبان لكم الطريقه تبان لكم الكميه وكلش. حطيت هنا 8 ملاعق كبيره يكونوا معمرين مليح تاع الفرينه، تكونوا غربلتوها من قبل. لازم يعني الفرينه ولا دقيق البنات قبل ما تخدموا به غربلوه قبل. هنا هاكم تشوفوا حطيت 8 ملاعق كبيره. هيا حطيت الفارينه ومن بعد بديت نخلط فيها، يعني هذه الكميه قد اللي عطيتها لكم البنات، ما تزيدي فيها ما تنقصي فيها، يعني باه تجيك مليحه. نزيدوا لها لهنا الزيت، لي اهم نقطه الزيت لازم ديريه باه يجيوك مليح. حطيت انا كما راكم تشوفوا لهنا البنات 3 ملاعق ثاني كبار تاع الزيت العادي. هنا خلطتهم غير هكذا بالفوي. هذا مكان تولي عندك عجينه خفيفه تجيك شغل كيما تاع الغريف، المهم يكونوا خفيف يكونوا جاريين. حاولوا انكم تخلطوهم مليح مليح بما يديروا لكم شويه من هذوك الحبيبات تاع الفارينه. ليش شفتيها دارت لك هذوك الحبيبات؟ صفيها بالصفايه. هذا مكان انا هنا غير كملت خلطتها، نهزيت لكم باه تشوفوها كيفاه جاني القوام البنات، كيفاه جات الكميه والقوام جات هايله هايله هايله. هنا غير كملتهم هكذا خليتهم، يعني ما تخليهم لا يخمروا لا والو، اصلا ما فيهمش الخميره مش راح يخمروا لك. وجدي المقله تاعك اللي راح تقلي فيها طيبي فيها هذو لي كريب تكون دافيه مليح. ادهنيها بالزيت كيما انا دهنتها هكذا. هذه الحبه الاولى هاني حطيتها طابس ديجا. زدت قلبتها كيما راكم تشوفوا. دوك نزيد نحط لكم حبه واحده اخرى يعني تويلكم باه تشوفوا كيفاه نحطها كيفاه نزرب نمشيها باه تطيب لي وتجيني مليحه. يعني طيبيها على زوج جويه، طيبيها منه زيدي تقلبيها باه تطيب لك مليحه وتجيك بنينه ما تجيكش معجنه. وحاولي انك كي تحطي، شوفوا البنات عاودت دهنت المقله بالزيت هكذا، وحطيت انا 2 مغارف كبار تاع هذا الخليط هذا تاع لي كريب ومشيته هكذا، يعني غير حركت المقله برك هذا مكان وطابت لي. هنا بعد ما كملت البنات قليت البطاطا كيما راكم تشوفوا. درت كميه من البطاطا حنحطها يعني في الحشو، وثاني عندي لهنا طماطم رحيتها انا طماطم راح نديرها مع المرقاز، يعني هذا لي كريب البنات درتهم بالمرقاز. والله شوفوا من ابن الوصفات اللي تقدروا تجربوهم هذا الوصفه تاع لي كريب مقله بالمرقاز تجي بنينه هايله وتسخف. هنا قلت لكم درت نص حبه طماطم هكذا رحيتها. زدت لها فصوص تاع الثوم. المرقاز حطيته يتقلى هكذا شويه، يعني غير حبيت برك تاع مرقاز. تحبي ديري بسكالوب ديري بسكالوب، كان عندك الفيونداشي واش كان متوفر عندك ديري نتيا واش حبيتي. لهنا قلت لكم درت هكذا حبيت قطعتهم يكونوا رقيق. حاولوا انكم تفتوهم مليح باه يجيكم مليح من الداخل ويجيكم بنين. هنا المقله ثاني اللي قليت فيها هذيك المرقاز خليتها بجهه، يعني من بعد راح نحط فيها هذيك لاصوص تاع طماطم. نخدم فيها هذيك لاصوص تاع طماطم باه تجيني بنينه كيما راكم تشوفوا البنات. هنايا الزيت هذاك اللي قاعد هاهو حطيت فيه طماطم هذيك باه نحط، يعني حندير شغل المرقاز بلا صوص باه ما يجينيش ناشف ويجي بنين ومليح.
يعني هاد الوصفه يعني غير جربتها ولقيتها بنينه، قلت لازم نشاركها معكم باه تجربوها نتوما ثاني. على بالي راكم تعانيوا مع الوصفات كل يوم غدا وعشاء، قلت ندير لكم حاجه هكذا سريعه وسهله توجد بالخف يعني، وثمثم توجدوها وتجيكم بنينه، خاصه يعني اللي عندها ولادها ولا زوجها حيحب الوصفات هذو هكذا، لي ساندويتش والعفايس هذو طيابس هكذا. يعني ننصحك غير تجربيها في دارك وانتي مهنيه راسك. هنا حطيت لبنات مغرفه كبيره تاع طماطم العلب عادي اللي نشريوها من برا، حطيت لها ربع كاس تاع الماء هذيك طماطم، خليتها شغل ديرت لاصوص هكذا، وزدت عليها هذاك المرقاز اللي قطعته هكذا، خليته حتى نغلي لي مليح مليح ونشف من هذيك لاصوص. ما ينشفش خلاص ولكن ينشف، ينقص هذاك الماء، ما يقعدلكش بزاف هكذا كما راكم تشوفوا. ممكن في الفيديو راح تقولوا لي طولتينا في التصوير ولا، ولكن حبيت يعني ندير لكم هكذا فيديو بالتفصيل باش تشوفوا كيفاه ديرتها وكيفاه وجدتها. هنا غير وجدتها هي، طفيت عليها هذوك لي كريب هاني وجدتهم البنات، شوفوا كيفاه يجيوكم. تقدروا شوفوا ماشي شرط انكم ديروهم هكذا كيما درتهم انايا، غير لي كريب هذو بنفس الحشو تقدروا ديروهم كيما حبيتوا نتوما، يجيوكم يسخفوا يجيوكم بزاف بنان. هنايا كملتهم هكذا، شوفوا كيفاه تقطعوها الطريقه تاع حكم الموس تاعك، تقطعيها على جهه واحده كيما ني قطعتها انا هنا. الجهه الاخرى تحطي فيها البطاطا، تحطي فيها هذيك لاصوص تاع المرقاز ولا تاع السكالوب ولا المهم واش كان متوفر عندك انتي وحبيتي ديريه. هنا قلت لكم انا درت هكذا كيما راكم تشوفوا البطاطا، زيت لها المرقاز من فوق وزيت لها فرماج مرحي جبن مبشور. بالنسبه للفرماج واش كان ثاني عندك في الدار ديري، سواء هذا سواء تاع الشرائح هذا اللي ترحى. شوفوا ديما سهليها على روحك، ماشي زعما تقولي ما عنديش الحاجه ديك خلاص الوصفه ما تجينيش مليحه ولا ما تجينيش كيما اللي شتها، لا بالعكس جربي بدلي فيها، ماشي بشرط انك ديريها طبق الاصل عليها. انا هنا رحيت كميه كيما راكم تشوفوا تاع فرماج البنات، الفرماج يزيدها بنه خرافيه، واحد البنه هايله كي تزيدوها الفرماج ولا كانت نوعيه تاع الفرماج مليحه. هنا تحكموا تغلقوها بهذه الطريقه، حاولوا انكم تحكموها من فوق باه ما تسيح لكمش وتقلبوها. هذا مكان سهله مهله قلت لكم توجد في دقيقه، يعني ما هيك راح تعبي روحك، ما راح تشعلي فور، ما راح تشعلي طابونه ولا يعني ثم في مقله وانتي موجدتها. زيد تعاود صورت لكم واحده اخرى انا باش تشوفوا كيفاه درتها ثاني. كيف نفس الطريقه، حطيت الفورمي، حطيت البطاطا، حطيت لاصوص تاع مرقاز، حطيت الفرماج وغلقتها. من بعد عاود شعلت المقله هذيك البنات، عاود شعلت لها ونقصت لها قليل يعني ما تزيدولهاش. وثاني حاولوا انكم تدهنوها غير بشويه تاع زيت مش بزاف، شويه برك هذا مكان، وحطوهم حطوا الحباس تاعكم تاع لي كريب هذوك. اذا لقيتي لي كريب تاعك حابتهم يجيوك صغار صغري في الحجم برك، يعني كي تكوني طيبي فيهم المقله يعني ما تعمريهاش بزاف، حطي لها غير كميه قليله برك وزربي حركيها باه تجيك القرصه كيما راكي حابتها نتيا. كي تكمليهم خلاص حطيهم في المقله. دوك نعطيكم كيف حطيتهم انا، عاودت حمرتهم. كي تزيدي تحمريهم في المقله يجيو يهبلوا يعني هما يطيبوا برك على بالي رايحين من المقله تاكلوهم، ما كومش رايحين تستناو حتى تنحيوهم. هنا انا حطيتهم البنات، شوفوا انا حطيت وحده تولو اخوتها هكذا، انا حطيت يعني المقله تاعي حطيت فيها 4، هما جاوني 5 حبات ولكن كي عادوا كبار ما داروليش هنا في المقله، يعني طيبتهم هكا في 4 ومن بعد زدت الاخرى طيبتها وحدها. هي الطريقه اسهل مما يكون، يعني قلت لكم كي قلت لكم هذا الوصفه سريعه وبنينه مانيش غلطه فيها، خاصه البنات دوك هذو الوصفات يجيو في رمضان يجيو بزاف بنان، دوكا مع ولادكم راهم يقراو على بالي تحتاجوا هذه الوصفات. وحده كي تكون خدامه تجي العشوه هكذا من الخدمه تكون غلبانه تحب وصفه هكذا سريعه وبنينه. شوفوا لي هنا هذيك التحميره اللي داوها هنايا قلبت الحبه الاخرى يعني باه تشوفوها كيفاه، يعني هزيها بكل سهوله تهز لك، ما راح تستحل ما والو، تهزيها وتقلبيها. شوفوا كيفاه تجي البنات، تجي تهبل وتشهي.
وهنا بعد ما كملت طيبتهم كما راكم تشوفوا، قسمت لكم حبه تشوفوها كيفاه جاتني من داخل، جات هايله، جات معمره وجات بنينه. حتى من هذا البنات لي ساندويتش والله يشبعوا يعني، معمرين الله يبارك، يجيوكم يسخفوا. هنا هاكم شفتوا قدامكم قدام عينيكم كيفاه جات من داخل. وهذه هي وصفه تاع نهار اليوم البنات، ان شاء الله تعجبكم وتعطيوني رايكم فيها وتجربوها. والى اللقاء حبيباتي في فيديوهات اخرى ان شاء الله، ما تنسونيش من الدعم والاشتراك، والى اللقاء.